السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعمل لكم سمك بتاعنا مقلي بولتي. طبعا انتوا عارفين السمك غالي كمان الايام دي. بس انا وزوجي يعني كده وبناكل سمكتين، يعني هو سمكة وانا سمكة، مش جايبة كمية يعني. ودي التوابل اللي هنعملها. هنعمل سمك بولتي مقلي. هنقول الاول نشوف البهارات بتاعتنا. البهارات بابريكا، كزبره ناشفه. وانا زي ما قلت لكم الاكل عايز كزبره، مش عايز كزبره انا بحب الكزبره الناشفه. وكمون وملح وبصل بودر وثوم بودر والبهارات السبع. دول كلهم هنحطهم مع ايه بقى؟ مع فلفل رومي اهو، فلفل رومي وثوم وليمون. وهوريكم دلوقتي هنفرمهم مع بعض دلوقتي وهنشوف هوريلكم هنتبلهم ازاي. ماشي. ودلوقتي السمك ده البولتي اهو، السمكه ما شاء الله حلوه اهي. انا بقطعها بالطريقه دي عشان تتبل. هو المفروض من ناحيتين، بس انا عشان السمك ده كان في الفريزر وفك فمش مستحمل، لكن لو كان صابح كان هيستحمل من ناحيتين، بس هي بتتعمل من ناحيه واحده عامه يعني. آم بقطع كده بالعرض كده بالسكينه، ما قدرتش طبعا عشان انا اللي بصور وبعمل الاكل في نفس الوقت، فانا اقطع كده كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو. وبعد كده بالطول كده اهو، كده اهو، اهو، كده اهو. تمام كده اهو. قطعناهم اهي. دي كمان اوضح. السمكه التانية اهي، دي ماسكه نفسها شويه اهي بالمنظر ده. هتنها لكم كده، بصوا تتبيله طبعا بتخش جوه اللحم وتبقى طعمها جميل. وهنشوف دلوقتي يا حبايبي هنعمله ازاي. اهم يا حبايبي التتبيله بعد ما فرمناها، وهنتبل بقى السمك. هناخد التتبيله كده، بس انا بقى مش عارفه قدام السمك من جوه اهو زي القشطه اهو، اهو ماشي. منضفينه كويس. هناخد التتبيله ونتبلها كده. وانا بصراحه مش عارفه اتبلها لكم. والخياشيم كده بالراس بكله بتتبل من فوق وتحت ومن بره كده اهي. هنتبلها كده في الفتحات دي اهي، اهي تتبلها كده في الفتحات دي كده. هخلص بس العمايل عشان مش عارفه اصور لكم ونتبله وارجعه لكم تاني اوريكم التتبيل اهو يا حبايبي. بعد ما تبلته تبلت جوه اهو بين الفراغات اهي. هقرب لكم اهي متبله اهي، ومن جوه متبل. وعصرت عليه ليمونه اهي، متبله جوه بالخياشيم بكله اهو متبل. وهنرجع لكم نقول لكم نقليه ازاي. رجعنا لكم يا حبايبي. احنا تبلنا السمك وبنسيبه في التتبيله، يا ريت لو ساعه وساعتين عادي يعني. وعايز تعمليه بسرعه اعمليه، بس لما بيقعد في التتبيله اكيد التتبيله بتشرب في اللحم وكده، واللحم نفسه لما تيجي تاكليه بيبقى طعمه جميل قوي. طبعا انا ما قلتلكوش اسعار السمك. هو السمك ده انا كنت جايباه قبل كده، بس هو انا سالت كنت من كام يوم هناك في السوق يعني اول امبارح. السمك قال لي ب40 جنيه الكبير اللي هو ده السمك ده، والاصغر من ده ب38، يعني فرق 2 جنيه. فطبعا انتوا عارفين بقى كل سنه وانتوا طيبين. شم النسيم بقى والاعياد، كل سنه وانتوا طيبين. فالسمك كده كده غالي، كل حاجه غاليه كل حاجه غاليه. فهنعمل دلوقتي معاكم الرز. دول كوبايتين وربع رز. انا بحب طبعا الرز بالبصل بغير الشعريه، لو بالشعريه هيبقى كتير. وكمان انا معايا طفل انوسه حبيبي طبعا الرز بيبقى مفيد ليه. لان ماما كمان قايله لي هي روحي اصبر عشان بقول لك الناس اهو ان انا بعمل لك الرز. فانوسه بقى اعمل لكم دوشه، قال لكم انا موجوده اهو المهم فالرز بيبقى كويس، وماما زي ما بتقول لي ان الرز بالبصل ده بالبلدي كده بيعمر الدماغ. فعايزين تعملوا كميه اقل براحتكم، اكتر براحتكم. احنا عامه بنحب الرز جدا. دي الحله عملت فيها البصل اهي، قطعته بالايد عادي. عايزه تعمليه في المفرمه في الكبه عندي، بس انا بقطعه بايدي عادي. هنولع عليه النار وهنبتدي كده معاكم. هنحط زيت
الرز اللي بالبصل بيتعمل بالزيت. عايزه لو يعني نفسك مثلا تحطي نص معلقه سمنه او نص معلقه سمنه بلدي او هولندي براحتك زي ما تحبي. انا عامه عندي هولندي بس ايه انا بحبه بالزيت بس. اول ما يتحمر هوريكم درجه التحمير بتاعته ونحط الميه ونشوف هنعمله ازاي. دي الدرجه يا حبايبي اهي، دي الدرجه اللي بنحمر بيها. محدش يقول ده اتحروق، ده هو بيتعمل كده الرز اللي هو اسمه صياديه. دي الدرجه. هنحط الميه بقى، نحط الميه اهي، دي الدرجه بتاعته. الميه لازم تبقى لونها كده عشان يعمل لنا الرز الصياديه تمام، اللي هو رز البصل اللي هو بيتقدم مع السمك. هنشوف مع بعضينا التوابل اللي بنحطها حبايبي. البهارات اللي احنا بنحطها في الرز: الملح، ده كده الملح، البصل باودر، معلقه صغيره او ربع معلقه باربيكا، 2 عودين قرنفل. انا بحب القرنفل طبعا، اللي عايز يحط يحط، مش عايز ما يحطش، ده اختياري. لكن الملح اساسي. بردك بصل باودر، احنا كده محمرين بصل في باربيكا في مفيش. لكن الاساسي ملح، كمون، كزبره هنا بقى ايه اجباري. خلاص، فهنشوف كده ونرجع لكم. كده حطينا التوابل كلها اهي، وهنسيب بقى الميه. اول ما تغلي هنحط الرز. وفي طريقه تانية، في طريقه ان انا احمر البصل واغسل الرز واقلبه فيه واحط بعد كده التوابل والميه بعد ما ياخد تقليبه على النار. بس دي طريقتي انا وعارفين انتوا الاكل كله وصفات، يعني في انواع كتير، طريقه كتير. الميه قربت تغلي اهي، هنغسل الرز ونرجع لكم. هنا يا حبايبي بعد ما سقطت الرز في الميه بعد ما غليت، دلوقتي انا عندي اقول لكم على حاجه. دلوقتي انا عندي الرز في انواع من الرز تشرب الميه، في رز بيعوز ميه كتير، في رز لا، في رز ممكن احط له ميه مناسبه ليه واوطي عليه جدا يستوي يبقى طري جدا. فانا عامه الرز ده كوبايتين رز بحط له 3 كوبايتين رز بحط له 3 كوبايات ميه. دي طريقتي. اول ما يشرب الميه بسيبه، اول ما بيشرب الميه بوطي عليه وبحط اللي هي الشياطه اللي هي بتتحط للرز. معلش هي قديمه عندي منظرها عامل كده، او عامه الشياطه اول ما بتتحط على النار بتبقى كده اهي. الشياطه اهي، دي الشياطه عشان اللي مش عارفها. هنحطها تحت الرز بعد ما الرز يشرب ميته تمام. هنسيب بقى الرز يستوي ونقلي السمك مع بعض. هنا يا حبايبي رجعنا لكم. الدقيق حطيت عليه ربع معلقه نشا، مش ضروري يتحط لو مش عايزين. في الجمبري او الكلام ده هقول لكم هنعمل ايه بالظبط، وهيطلع جمبري خطير جدا. بس ان شاء الله لما نجيب جمبري هوريكم ايه طريقه الايه العمايل. هنجيب دلوقتي السمكه، سمكتنا الجميله اهي، سمكه هنحطها بقى في الدقيق كده اهو تمام كده اهو اهو. حطينا الزيت على النار اهو. الدقيق خلص، فكروني بقى يا حبايبي تجيب دقيق اهو. وحبايبي واخواتي سالي وجوجو بنت خالتي حبيبتي وهبوب ومديحه ديحه حبيبتي كلهم بيعلقولي. يا رب ما اكونش ناسي حد. مين تاني يعلق؟ ناني انتي بتعلقي في الخاص يا ناني، مش بتعلقي عليا على الفيديوهات ناني دي حبيبتي مامة ندى. ندى حبيبتي بردك وحشتني جدا اهو. سامعين صوت الزيت بيتقدح. تبلنا دي وهنتبل يعني عملناها بالدقيق. هنعمل التانية ونوريكم احنا بنقلي. هنا وانا بعمل السمك عايزه اوريكم الرز لما اول شرب ميته بنوطي عليه بقى كده اهو. شرب ميته خلاص وقلبناه اهو. نسيبه بقى يستوي على نار هاديه، وما تنسوش الشياط. وما تلكوش يا جماعه
طبعا الاس دي سالي حبيبه قلبي واختي، نضرب لها بقى زمامير بقى، دي اختي وحبيبتي عشره عمر. برضك بحبك يا سوسه على اليوتيوب. وابين روح قلبي ونورهان وحنونه، حنونه دي العشق يا جدعان، حنونه وعبير، ربنا يخليكم يا رب ليا كلهم اخواتي وحبايبي، ولاد خالتي وكل الناس بقى عشان ما اكونش نسيت حد ما يزعلوش مني، وميرو وبنت خالتي وسموره وكل الناس، كل الناس ولوكا ماشي يا حبايبي. ده السمكه زي ما احنا قلنا، دي خطوه بقى هقول لكم عليها برضه بتحافظ على الدقيق، وان شاء الله هقول لكم بتعمل ايه تاني، بس ايه نبتديها كده مع بعض. انا مش عارفه اعملها ازاي وانا بايد واحده. دي ميه عاديه فيها شبكه، انا الشبكه بتاعتي الكبيره اتكسرت، وجايبه واحده صغيره دي بردك اتكسرت، فجايبه واحده صغيره بقى مش عارفه هتنفع ولا لا، فهنشوف كده. هنحطه كده بس، عارفه لما تغطسوها كده اهي، مش عارفه بقى ايه بانت ولا لا. هنا يا حبايبي عشان مش عارفه طبعا صوت الزيت عالي، حاطه لسه السمك دلوقتي اهو في الزيت، وهنقليه معاكم بقى واوريكم على التقديم بقى يا حبايبي. اهم يا حبايبي لما ده اتقلب على الوجه التاني، وقلت برضه اوريها لكم عشان ما اكونش قصرت معاكم في حاجه، والزيت ده اهو اهو. وطبعا بقى حركه اللي احنا عملناها، بص الزيت زي ما هو اهو، ولا يعني لو قليتي 30 سمكه الزيت هيفضل زي ما هو تمام اهو يا حبايبي. حبايبي اول ما خرجوا من الزيت على السخنه على طول اهو، وبعد كده هقدم لكم معاه الرز دلوقتي، اوريكم بردك الرز اهو ناشف مفيهوش زيوت اهو، مقرمش. اللي طبعا مش عايزه مقرمش ما يحطش معلقه النشا الصغيره دي، ملهاش لازمه، وممكن بردك تنشفيه على النار من غيرها، بس دي يعني زي تجويده التاتش بتاعي. فانا قلت ايه اوريهولكم اهو اول ما خلصته، وهنرجع بقى في ايه الطبق النهائي ان شاء الله. خلصنا يا حبايبي الطبق النهارده، الغدوه بتاعت النهارده. ادي السمك اهو يا حبايبي مع شرايح الليمون مع السلطه هتقدموه. بصوا بقى الرز، وهقول لكم بقى زي الشيفات، ولا اروع ولا احلى من كده، والله والله طعمه خطير جدا 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 فوق ما تتخيلوا. بصوا لونه، انا مقدمه لكم سخن، انا مقدم لكم الحاجه سخنه لسه طالعه اهي، والسمكه اهي. التقطيعه دي بتبان في الشوي احلى واحلى كمان، ده عشان متحمر وناشف، احنا بنحبه ناشف ميبقاش طري كده. واهو وادي الرز اهو مع السلطه بيتقدم اهو، لونه رائع رائع رائع. محدش بقى يقول لي انا حرقت البصله ولا حاجه ولا ممرر ولا اي حاجه، طعمه مسكر. ده الرز اسمه الصياديه بيتقدم مع السمك. يا رب تكون الوجبه دي عجبتكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، وشم نسيم سعيد عليكم، ومع السلامه. ما تنسوش بس تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، تعملوا سبسكرايب تمام، ولو عايزين اي سؤال في الكومنتات وانا هجاوبكم عليه. باي باي يا حبايب قلبي.